بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير وتمثال رمسيس اللي انت شايفه منور في المدخل ده، تعرف بقى انه كمان كان قائد عسكري عظيم جدا وانتصر في معركة من اشهر معارك العسكرية المصرية. هكلمك النهاردة عن الملك رمسيس الثاني اللي حول هزيمة اكيدة لنصر اسطوري في معركة اسمها معركة قادش، واللي بعدها تم توقيع أول معاهدة سلام في العالم. ملك مصر وقتها اللي تولى الحكم سنة 1279 قبل الميلاد، عمره وقتها كان كام؟ حوالي 14 سنة، وحكم مصر لمدة 67 سنة. حكم مصر لمدة طويلة جدا. في الفترة الأولى بقى من حكمه اهتم بالبنى والتشييد والمعابد، وعمل كمان عاصمة جديدة في الدلتا، واللي كان بيتم منها حكم البلاد وإرسال الجيش والقوات علشان الغزو والفتوحات. قوة الجيش المصري في الوقت ده كانت كبيرة جدا، بعض المؤرخين بيقولوا ان هي وصلت ل100,000 جندي، واستخدم الجيش وقتها لتعزيز نفوذ مصر في كل الدول اللي حواليها. رمسيس الثاني اللي تمثاله اتنقل من اشهر ميادين مصر واستقر اخيرا في المتحف المصري الكبير، كان قائد اقوى واخطر معركة ضد الحيثيين وهي قادش. طب الدولة المصرية في الوقت ده كانت حدودها لحد فين؟ كانت مناطق نفوذها بتوصل للشام، على الحدود كده مع الحيثيين اللي هم دولة تركيا دلوقتي. دار بينا معارك لمدة حوالي 15 سنة قبل معركة قادش. دكتور حسين عبد البصير قال في كتابه الفراعنة المحاربون ان المعركة دارت احداثها في سوريا وتحديدا على نهر العاصي. المعركة كانت عنيفة جدا واستخدم الحيثيين حيل مكر ودهاء، والحيل دي كان ممكن تتسبب في هزيمة المصريين. طب هم عملوا ايه يعني؟ بعتوا 2 ضباط مخابرات بلغتنا دلوقتي، وقالوا للمصريين اننا بدو وهربنا من جيش الحيثيين واننا معاكم وولائنا للملك المصري. بعد استجوابهم قالوا ان جيش الملك الحيثي وصل حلب ومش هنا اصلا. طيب وضع الجيش المصري بقى كان ايه وقتها؟ الجيش في المعركة دي كان متقسم 4 فرق: امون ورع وبتاح وست، كل فرقة متسمية باسم الآلهة الكبرى. الملك رمسيس الثاني هنا خد فرقة امون وطلع على الشمال باتجاه حلب، باقي الفرق بتمشي وراه. وهنا بتظهر المفاجأة، جيش الحيثيين بينقض على فرقة رع وبيتم قتل عدد كبير جدا من الجنود، وبتعتبر فرقة رع اتدمرت بالكامل. فرقة رع دي كانت ورا فرقة امون. وقتها جيش الحيثيين بيكمل تقدمه وبيطارد فرقة امون بقيادة الملك، وبيستخدم ايه بقى؟ العجلات الحربية. المعركة لحد دلوقتي كده في صالح الحيثيين والجيش المصري هيتهزم. هنا بقى بيظهر ذكاء الملك رمسيس الثاني، بيكتشف هنا الملك اللي حصل وبيمر هو وجنوده من ممر ضيق علشان يلف ورا الحيثيين ويطوقهم، وبيقود الملك بنفسه هجوم قوي جدا. في الوقت ده باقي فرق الجيش المصري بتقبض على 2 من جنود العدو وبتعرف منهم الحقيقة، وبيتجهوا لنجدة فرقة امون، وعملوا عليهم بالبلدي كده كماشة. حصروا الحيثيين لدرجة ان هم سابوا عرباتهم الحربية وهربوا من بطش الملك والجيش المصري. وبتستمر هنا المعارك ما بين الطرفين وبيتحقق فيها خسائر كتير. انتهت المعارك بمعاهدة سلام بعد سنين من الحرب. الملك رمسيس الثاني سجل انتصاراته في المعركة دي على جدران المعابد، معبد الرمسيوم والأقصر وكمان أبو سمبل. معاهدة قادش هي أول وأقدم اتفاقية سلام في التاريخ حصلت بين المصريين القدماء والحيثيين، ومن ابرز بنود المعاهده دي يعم سلام واخوه دائمين بين مصر والحيثيين، لا ينتهك اي من الطرفين ارض الاخر. في حال تعرض اي من الطرفين لهجوم من طرف ثالث يقوم الطرف الاخر بارسال قوه لدعمه، ان يقوم كل جانب باعاده المنشقين والمعارضين للطرف الاخر. المعاهده دي في نسخه منها طبق الاصل متعلقه في الامم المتحده كاول معاهده سلام في العالم. لما تزور المتحف المصري الكبير هتلاقي الملك رمسيس واقف قدامك في البهو وبيستقبلك. احكي لنا تجربتك وقتها. بس عايزك وانت بتتفرج على كل الاثار اللي هناك تبقى عارف ان مصر وجيشها وملوكها هم اللي صنعوا التاريخ والسلام.